ويلا بينا دلوقتي نروح نشرح العاصمة الإدارية ال40,000 فدان المرحلة الأولى، نشرحهم شرح تفصيلي وبعد كده ننزل نتفرج على اللي شرحناه. دي خريطة المرحلة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة. المرحلة الأولى زي ما قلنا مساحتها 40,000 فدان من أصل 230,000 فدان. خلونا نقول أرقام كده الأول قبل ما نبتدي نشرح. المسافة ما بين ميدان التحرير والعاصمة الإدارية 45 كيلو، المسافة ما بين مطار القاهرة والعاصمة الإدارية 30 كيلو، المسافة ما بين العاصمة الإدارية والعين السخنة 60 كيلو. دلوقتي خلونا نشرح على الخريطة أهم الطرق والمحاور اللي حوالين وجوه العاصمة الإدارية. عندنا في الشمال هنلاقي طريق السويس، عندنا في الجنوب هنلاقي طريق القاهرة العين السخنة، هنلاقي في الغرب الدائري الأوسطي، هنلاقي الدائري الإقليمي بيقطع العاصمة الإدارية المرحلة الأولى في منتصفها بالظبط. عندنا محور مهم جدا وهو محور الأمل من طريق السويس بينزل يقطع العاصمة الإدارية، بيقطع الار 2 والار 3 مرورا بالار 5 والار 6. عندنا اهم محورين موجودين جوه العاصمه الاداريه، محور بن زايد الجنوبي ومحور بن زايد الشمالي بيتوسطهم النهر الاخضر. المحورين دول بيبتدي من اول العاصمه الاداريه لاخر العاصمه الاداريه. بكده يبقى احنا شرحنا الطرق. خلونا بقى كمان نقول المدن المحيطه بالعاصمه الاداريه. عندنا في الشمال هنلاقي مستقبل سيتي ومدينتي، عندنا في الجنوب هنلاقي هنا الكيان العسكري الاوبتيجن، عندنا في الغرب القاهره الجديده، عندنا في الشرق مدن القناه. نتكلم دلوقتي بقى ونشرح العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه هنشرح الاول فيها المناطق السكنيه. المناطق السكنيه في العاصمه الاداريه متكونه من 8 مراحل، من الار 1 للار 8. من الار 1 للار 6 دول تابعين لهيئه المجتمعات العمرانيه. عندنا الطرح الاول والار 7 والار 8 هو ده اللي مطروح للمستثمرين اللي دخلوا اخذوا الاراضي وعملوها كومباوندز سكنيه. خلونا نقول دلوقتي لو احنا جايين العاصمه الاداريه عن طريق التجمع الخامس، هنبقى ماشيين في شارع التسعين الجنوبي لغايه لما نعدي الاي سي، هنلاقي صينيه كبيره عند نادي القاهره الجديده. هنخش شمال هنفضل ماشيين على طول لغايه لما هنلاقي كومباوند فاونتن بارك وهنلاقي صينيه كبيره. هنخش يمين، ده محور بن زايد وهي دي منطقه الجولدن سكوير في التجمع اللي فيها اكتريه الكومباوندز اللي هناك، اللي بانيينها اكبر المطورين العقاريين في مصر. ودي من اهم المناطق اللي موجوده في التجمع الخامس وهي دي مدخل العاصمه الاداريه. واحنا ماشيين في محور بن زايد هنفضل ماشيين لغايه لما بعد ما نعدي الكارته هنلاقي الطريق الدائري الاوسطي. هنخش يمين هنفضل ماشيين على طول مسافه 200 300 متر هنلاقي كوبري، هنطلع الكوبري هننزل. نزلنا من الكوبري هنا بقينا في اول محور محمد بن زايد الجنوبي وهو ده مدخل العاصمة الإدارية. واحنا واقفين في النقطة دي هنلاقي على شمالنا معلم من أهم معالم العاصمة الإدارية وهو مسجد الفتاح العليم. وعلى يميننا هنلاقي أول حتة أرض تبع شركة لافيستا، مشروع اسمه لافيستا سيتي، شراكة ما بين شركة لافيستا وهيئة المجتمعات العمرانية. مساحة المشروع 910 فدان، عبارة عن فيلات. وبعد كده واحنا ماشيين على محور محمد بن زايد الجنوبي هنبتدي بقى نشوف على شمالنا الار 1 وعلى يميننا الار 4، دي مناطق سكنيه. هنفضل ماشيين هنلاقي الار 2 والار 5. هنفضل ماشيين هيبتدي يظهر معانا معلم من اهم معالم العاصمه الاداريه وهو منطقه الاعمال المركزيه اللي فيها البرج الايقوني. دي منطقه عباره عن 19 برج بيتوسطهم البرج الايقوني، اطول برج في افريقيا وتاني اطول برج في الشرق الاوسط بعد برج خليفه. قدامه الناحيه التانيه هنلاقي الار 6، بعد الار 6 هنلاقي المدينه الطبيه. عدينا على المدينه الطبيه وخلصناها هيبقى تحتينا على طول الدائري الاقليمي. اول لما نعدي من الدائري الاقليمي في طريق محمد بن زايد الجنوبي هنلاقي مدينه المعارض اللي هي الاكسبو سيتي، وهتبتدي تظهر معانا كاتدرائية ميلاد المسيح. ومن هنا هنبتدي نخش في حتة
الطرح الاول اللي هو اول طرح العاصمه طرحته للمستثمرين، دي كومباوندز على النهر الاخضر. ده اول طرح في العاصمه الاداريه. تاني طرح في العاصمه الاداريه هي الار 7. الار 7 فيها 3 جامعات، فيها مدارس انترناشونال، فيها فوق 35 ريزيدنشال بروجكت، فيها ميكس يوز بيلدينجز، فيها طبي واداري وتجاري. جنب الار 7 في حي الدبلوماسي، وهو ده اللي اتكلمنا عليه، اللي هيبقى فيه كل السفارات. بعد الحي الدبلوماسي هنلاقي الطرح الثالث في العاصمه الاداريه للسكني للمستثمرين، وهو الار 8. وميزه الار 8 ان منسوب الارض عالي، دي نقطه في الفيو بتاعها حلو جدا. التيكت برايس لسه بتاعها مش عالي زي طبعا الار 7 ومنطقه الطرح الاول. ميزه الار 8 ان هي على النهر الاخضر، بتبص عليه على طول. وكده يبقى احنا شرحنا الجزء السكني في العاصمه. في حاجه بس حبيت اقولها لكم، من الار 1 للار 6 ما بين كل ار وار في منطقه خدميه، دي هتبقى منطقه ميكس يوز، هيتعمل فيها مباني طبي اداري تجاري وفي حاجات فندقي ما بين كل ار. كده يبقى احنا خلصنا شرح المناطق السكنيه في العاصمه الاداريه. احنا دلوقتي هنتكلم على المناطق اللي فيها ميكس يوز بيلدينج، اداري طبي تجاري وفندقي. عندنا على النهر الاخضر عندنا طبعا فندق الماسا وجنبه الداون تاون. الداون تاون دي اللي هي وسط البلد الجديده، دي عباره عن اراضي كلها هتبقى ميكس يوز بيلدينج. زي ما قلنا عندنا هنا مسجد مصر، اكبر مسجد في الشرق الاوسط بعد الحرم المكي. المنطقه دي طبعا في المستقبل هتخدم على 6.5 مليون بني ادم. في ظهر المنطقة دي هنيجي بقى لمنطقة مهمة جدا 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 في العاصمة الإدارية، وهي منطقة الحي المالي والحكومي. المنطقة دي فيها كل الوزارات بتاعة جمهورية مصر العربية، 36 وزارة. فيها الهيد كوارترز بتاعت كل البنوك اللي شغالة في مصر، فيها البنك المركزي، فيها البورصة. الحي المالي فيه مجموعة، يعني ما يقرب من 19 بروجكت إداري، مشاريع مهمة جدا، خصوصا إن المنطقة دي منطقة مهمة جدا 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 جدا. المطورين اللي فيها ابتدوا يعملوا مباني sustainable buildings green community، مباني سمارت، مباني بتقلل الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون، مباني واخده ليد سيرتيفيكت عالميه. الموضوع ده طبعا موجود من زمان بره في الدول العربيه وفي امريكا وفي اوروبا. الموضوع ده لسه جديد عندنا، المباني السستينبل دي، بس اتس نيفر تو ليت. احنا عندنا كل الشركات المالتي ناشونال اللي بتدعم السستينابيلتي بتوبريت النهارده من مباني مش سستينبل. هم مستنيين فرصه ظهور مباني سستينبل في السوق، وهيبتدوا فعليا ينقلوا مقراتهم هناك. المنطقه دي من اهم المناطق خصوصا وقربها للجهات الحكوميه وللبنوك وللبورصه وللبنك المركزي. المنطقه دي مهمه جدا جدا جدا. من المناطق برضو الحلوة جدا في ظهر منطقة الأعمال عندنا منطقة اسمها الام يو 7. الام يو 7 دي برضو شريط أبراج، مباني ميكس يوز على إطلالة البرج الأيقوني، ووراها هيبقى الار 3. احنا بنتكلم الار 3 فيها هيبقى أكبر تعداد سكاني موجود، إن هي أول منطقة هتسكن في العاصمة الإدارية، وفيها كومباوند المقصد تبع سيتي ايدج، وهو خلصان فعلا ومسلمين وحداتهم للناس، وفي ناس ابتدت تروح هناك عشان تبتدي تسكن. عندنا هنا ما بين الار 3 والار 2 في برضو منطقة استثمارية اسمها الام يو 23. زي ما قلنا ما بين كل
منطقتين سكنيه لازم يبقى في منطقه خدمات تخدم على المنطقتين. هي دي منطقه الام يو 23 اللي بيعدي عليها محور الامل. دي ميكس يوز بيلدينجز برضه ما بين اداري تجاري طبي وفندقي. عندنا هنا المنطقه الرئاسيه وساحه الشعب. عندنا هنا المطار الدولي الجديد. زي ما قلنا تحت هنا في الكيان العسكري الاوبتيجون. كده نبقى احنا شرحنا معظم الحاجات اللي موجوده في المرحله الاولى في العاصمه الاداريه. يلا بينا نروح بقى العاصمه الاداريه نشوف الكلام اللي احنا قلناه ده على ارض الواقع عامل ازاي. هو ده بقى اللي هنشوفه لما نروح نزور العاصمه.